انتم من اسكندريه وبتحبوا الاماكن الشتويه قوي لله، بعرفكم على مكان بيعمل الفطير الجبنه طالعه منه بطريقه جوسي كده مش طبيعيه زي ما انتم شايفين، وهيطلع لكم بنفس المنظر والجوده دي. هو بيتزا الهرم ومتهيالي كده مفيش حد ما يعرفوه. المكان ده مستخبي كده في زقاق، هقول لكم في اخر الفيديو. بيعمل من اول الحلو وفطيره البغاشه لحد البندق والشوكولاته، جاي له مخصوص عشان الفطيره دي. ان قرمشه الفطير اللي بالصدق اللي غرقان من جوه في الجبنه الكيري مع الصدق والخضار مش طبيعي. بس كده ده بيعمل كمان من اول بيتزا الشيكن رانش ومشكل جبن والفراخ والصدق. عايز اقول لكم ده مش اعلان ولا ريفيو، ان فعلا المطعم ده يستاهل ومظلوم جدا، والجوده بتاعته مش طبيعيه. دخل كل حاجه الفرن قدامكم كده بالطريقه البلدي. عايز اقول لكم ان المكرونه النجريسكو بالصدق جربنا المكرونه اللي بالكريسبي اللي غرقانه في الكريسبي الجبنه، غرقانه من جوه في التشيز كده. كان لازم الصراحه نهجم وندخل على طول وما نرغيش كتير. عنده قشطه فلاحي بتتعمل في البيت اليوم بيوم. خدنا على اول حاجه وهي الفطيره الصدق الكيري دي، بيبقى ليها اضافه كيري او بسطرمه زي ما انتم حابين. حشوها بيبقى صدق على جبنه كيري وغرقها لك بالطماطم والفلفل والجبنه الموتزاريلا والجبنه الشيدر. دخلها الفرن تطلع بالمنظر اللي انت شايفه ده. بعد كده يغرقها لك بالبهارات زي ما انت شايف، اللي هو اساسا نص سوا لوحدها كفايه. خد قطمه في الاولى في الثانيه في الجو بتاع الشتاء الرهيب ده مش هتحس باي حاجه، لازم تبص كده. وعايز اقول لكم دي مش مجامله، لا دي حقيقه اثبات القرمشه بتاعتها. دخلنا على قسم المكرونات واجمد نوعين عنده. اول حاجه وهي مكرونه الصدق. تاني حاجه جربنا المكرونه اللي بالكريسبي اللي غرقانه في الجبنه. تاكل مكرونه كريسبي متغرقه في الكريسبي والبشاميل كده من على الوش، المطه بتاعتها زي ما انت شايف كده. قعدنا ناكل في الطاوه ده الصراحه، وطلبنا طبقين كمان عليه زياده. ان طعم الكريسبي من فوق والبشاميل وهو متغطي كده من تحت ومن جوه لوحه فنيه. خدنا على مكرونه اللي بالصدق اللي غرقانه من جوه بالجبن مع الصدق كده، مديه تيست رهيب كمان من فوق بالبشاميل. غرقها بقى كده من فوق كاتشب. وعايز اقول لكم هو بيغرقها لكم من جوه اي نوع جبن انتوا تقولوا عليه. جربنا اجمد نوعين عندهم في البيتزا وهي بيتزا الشيكن رانش وبيتزا مشكل جبن. صراحه اول مره ما ندمش ان انا اكل بيتزا الشيكن رانش في حياتي. انها من غير مبالغه العجينه بتاعتها مظبوطه كده يا جماعه. حاجه ثانيه خدنا على تاني حاجه عندهم وهي بيتزا المشكل جبن. عايز اقول لكم ان العجينه بتاعتهم مستويه بطريقه مش طبيعيه. الصراحه دي كانت تستاهل تقييم مليون من 10. لكن لو انتوا عايزين تضربوا حاجه حلوه في جو الشتاء الرهيب، بشرح لكم الفطير من عنده من اول فطيره البغاشه والكاستر والسكر لحد الشوكولاته والشوكولاته البندق. طلبنا اجمد حاجه الصراحه عنده عشان نبوظ الدايت بالمره. فطيره شوكولاته بندق واخده من على الوش بندق ووايت شوكليت ونوتيلا. المكان ده كان بيتزا الهرم في اسكندريه في الحضره القبليه، وعنده دليفري لاي مكان في اسكندريه. انتم من اسكندريه وبتحبوا الاماكن الشتويه قوي لله، بعرفكم على مكان بيعمل الفطير الجبنه طالعه منه بطريقه جوسي كده مش طبيعيه زي ما انتم شايفين، وهيطلع لكم بنفس المنظر والجوده دي. هو بيتزا الهرم ومتهيالي كده مفيش حد ما يعرفوه. المكان ده مستخبي كده في زقاق، هقول لكم في اخر الفيديو. بيعمل من اول الحلو وفطيره البغاشه لحد البندق والشوكولاته، جاي له مخصوص عشان الفطيره دي. ان قرمشه الفطير اللي بالصدق اللي غرقان من جوه في الجبنه الكيري مع الصدق والخضار مش طبيعي. بس كده ده بيعمل كمان من اول بيتزا الشيكن رانش ومشكل جبن والفراخ والصدق. عايز اقول لكم ده مش اعلان ولا ريفيو، ان فعلا المطعم ده يستاهل ومظلوم جدا، والجوده بتاعته مش طبيعيه. دخل كل حاجه الفرن قدامكم كده بالطريقه البلدي. عايز اقول لكم ان المكرونه النجريسكو بالصدق جربنا المكرونه اللي بالكريسبي اللي غرقانه في الكريسبي الجبنه، غرقانه من جوه في التشيز كده. كان لازم الصراحه نهجم وندخل على طول وما نرغيش كتير. عنده قشطه فلاحي بتتعمل في البيت اليوم بيوم. خدنا على اول حاجه وهي الفطيره الصدق الكيري دي، بيبقى ليها اضافه كيري او بسطرمه زي ما انتم حابين. حشوها بيبقى صدق على جبنه كيري وغرقها لك بالطماطم والفلفل والجبنه الموتزاريلا والجبنه الشيدر. دخلها الفرن تطلع بالمنظر اللي انت شايفه ده. بعد كده يغرقها لك بالبهارات زي ما انت شايف، اللي هو اساسا نص سوا لوحدها كفايه. خد قطمه في الاولى في الثانيه في الجو بتاع الشتاء الرهيب ده مش هتحس باي حاجه، لازم تبص كده. وعايز اقول لكم دي مش مجامله، لا دي حقيقه اثبات القرمشه بتاعتها. دخلنا على قسم المكرونات واجمد نوعين عنده. اول حاجه وهي مكرونه الصدق. تاني حاجه جربنا المكرونه اللي بالكريسبي اللي غرقانه في الجبنه. تاكل مكرونه كريسبي متغرقه في الكريسبي والبشاميل كده من على الوش، المطه بتاعتها زي ما انت شايف كده. قعدنا ناكل في الطاوه ده الصراحه، وطلبنا طبقين كمان عليه زياده. ان طعم الكريسبي من فوق والبشاميل وهو متغطي كده من تحت ومن جوه لوحه فنيه. خدنا على مكرونه اللي بالصدق اللي غرقانه من جوه بالجبن مع الصدق كده، مديه تيست رهيب كمان من فوق بالبشاميل. غرقها بقى كده من فوق كاتشب. وعايز اقول لكم هو بيغرقها لكم من جوه اي نوع جبن انتوا تقولوا عليه. جربنا اجمد نوعين عندهم في البيتزا وهي بيتزا الشيكن رانش وبيتزا مشكل جبن. صراحه اول مره ما ندمش ان انا اكل بيتزا الشيكن رانش في حياتي. انها من غير مبالغه العجينه بتاعتها مظبوطه